في اختراعات بتتولد في معامل ضخمة وسط ميزانية ضخمة وفرق بحث بتشتغل ليل نهار، وفي اختراعات تانية بتتولد من ولا حاجة. من قرية في الصعيد يمكن مش كل الناس سمعت عنها، خرج واحد غير المعادلة، محبش يقعد يتفرج وقرر يشتغل ويسيب بصمته، وتحدى الكل وابتكر وحدة عبقرية بتولد الكهرباء بالضوء. يا ترى مين هو وازاي قدر يخلي 97 شركة عالمية تبقى مذهولة قدام اختراعه؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. المهندس مصطفى السيد من قرية أنبش في محافظة بني سويف، والحكاية بدأت سنة 2014 بفكرة بسيطة في دماغ مهندس عنده إيمان بعلمه. 5 سنين من الشغل النظري، وبدأ بعدها التطبيق العملي، نموذج ورا نموذج، محاولة ورا التانية، لحد ما ابتكر وحدة عبقرية لتوليد الكهرباء، مش من الرياح ولا حتى الشمس، من الضوء نفسه. الضوء بيتحول لطاقة كهرومغناطيسية ومنها الحركة، ومع إضافة جنريتور بسيط بتتحول لوحدة كاملة، والوحدة دي بتشتغل 24 ساعة في اليوم، بالنهار على ضوء الشمس وبالليل بالإضاءة الصناعية، يعني توفير للكهرباء. وفي سنة 2022 المهندس مصطفى السيد دخل التاريخ من أوسع أبوابه، اشترك في معرض دولي للاختراعات وفاز بالميدالية البرونزية بعد منافسة صعبة مع 97 شركة عالمية. وبعدها بكام شهر كوريا الجنوبية كرمته بجائزة أفضل اختراع عالمي في مجال الطاقة، وكمان أخذ المركز الأول في فئة الاختراعات والمركز الثالث في فئة المشاريع الصناعية. وعلشان الناس تسأل إزاي شاب قدر يعمل كل ده، والإجابة كانت في التطوير المستمر. مصطفى موقفش لحد هنا، طور اختراعه ودمجه في الذكاء الاصطناعي عشان يتفادى أي أخطاء ويقلل التكلفة، وكمان سجل براءة اختراع دولية مش بس في مصر، عشان العالم كله يعرف إن في ابتكار طالع من هنا من قلب مصر. وبدعم من وزارة التعليم العالي ومع مستثمرين مصريين بدأ فعلا أول خط إنتاج داخل مصر. طب يا ترى الاختراع ده هيفيد مين؟ أقول لك أنا، الوحدة مش بس للأبراج أو المصانع، ده حل عملي ورخيص للمناطق الزراعية وطوق نجاة للنجوع والأماكن كتير محرومة منه. اللي عمله مصطفى مش مجرد اختراع، ده ثورة أمل وقصة تلهم جيل كامل إنك تقدر توصل وتسبق العالم كله لو بس حد صدقك. ولو عجبتكم الحكاية قولولنا تحبوا تسمعوا إيه الحلقة اللي جاية. حكاياتنا كتير وكل واحدة فيهم علامة ما بتتنسيش.